اليوم إن شاء الله عندنا موضوع اسمه أنماط في ضرب الكسور العشرية. أغلب الطلاب تخاف من عنده وتحس هذا صعب برياضيات السادس ابتدائي. للعلم موضوع كلش سهل وكلش بسيط، بس يحتاج من عندنا تركيز حتى نفهمه. السؤال يجيني بهاي الصيغة، يقول لي جد ناتج ضرب 25.0، هذا بوينت أو فاصلة أو شارحة، بكيفك شو تسميها سميها، لكن اللي اريد اتميز لي بين البوينت او الفاصله او الشارحه وبين الصفر. ميز هذا الشكل وهذا الشكل. طيب يريد اضرب هاي كلها بيمن، اضربها بالعشره وبالمية وبالالف. طيب اول شيء حتى نضربها لازم ننتبه على شغله، شنو هي؟ انطاني 25.0 في 10، العشرة عبارة عن مرتبة عشرية واحدة. يعني احفظها قاعدة يمك، كل عشرة هي مرتبة واحدة. طالب حيقول لي زين استاذ اذا 100، المية هي عبارة عن مرتبتين، اثنين. زين اذا الف 3 مراتب، وهكذا. وضحت الفكرة؟ وضحت. زين اني اريد اطلع ناتج حاصل ضرب 25.0 في 10. شو اسوي؟ اريد اطلع الناتج، باوع وياي وانتبه وياي. قلنا كل 10 قيمتها ايش قد؟ قيمتها مرتبة واحدة. حلوة. من اجي اريد اضرب هاي القيمة وبيها فاصلة، اضربها في 10. بالحل ايش راح اسوي؟ راح احرك الفاصلة اللي هي هاي، احركها وين؟ احركها مرتبة عشرية واحدة، يعني فقط مرتبة عشرية واحدة. وين؟ على ايدي اليمين، هاي ايدي اليمين احركها مرتبة واحدة، فراح يطلع لي الناتج الاثنين تنزل، الفاصلة مالته تنزل، والخمسة تنزل. حلو. كل اللي سويته العشرة عبارة عن مرتبة واحدة، ضربتها بال 25.0، حركتها مرتبة واحدة، فصارت 2.5. زين الخطوة اللي بعدها 25.0 في 100، نفس الحكي همينة اضرب، لكن من اضرب كم مرتبة احرك؟ احسنت، احرك مرتبتين. ليش؟ لان عندنا قاعدة كل 10 مرتبة، 100 مرتبتين، الف 3 مرتبات، وهكذا. فانت بعدد الصفارة تحسب عدد المراتب. هنا صفرين يعني تحركها ايش قد؟ تحركها مرتبتين. يعني هاي الصفر احوله مرتبة، والنوب احوله مرتبة، فراح يطلع لي الناتج فقط 25. ليش؟ لان الفاصلة من حطيناها بمقدمة الرقم ما لها معنى او ما لها قيمة بتاتا. زين بالنسبة للالف نفس الحكي، هم احركها بعدد شنو؟ بعدد الصفارة. طالما هنا عندي 3 صفارة، اذا احسب 1 2 3 واضيف صفر، يعني الناتج راح يطلع لي 250 ألف، العفو 250 دينار. طيب وضح الموضوع؟ وضح. انا ايش سويت؟ بالخطوة الأولى حركت مرتبة واحدة، بالخطوة الثانية مرتبتين، بالخطوة الثالثة 3 مراتب، والمرتبة الثالثة ضفت لها شنو؟ ضفت لها صفر. زين ناخذ بعد سؤال حتى نفهم الموضوع أكثر ويسهل علينا أكثر. زين هو موضوع عبارة عن تحريك مراتب فقط، لا أكثر ولا أقل. أحرك مرتبة إلى مرتبة. زين هنا عندنا 4.0 في 100. طلب من عندي الناتج، قال لي سؤال جد الناتج. قبل شوية اتفقنا اتفاق، قلنا العشرة مرتبة، والمية مرتبتين، والألف 3 مراتب. فطالما هنا عندنا القيمة ايش قد؟ عندنا القيمة 100، فإذا ايش راح أسوي؟ راح أحرك مرتبة واحدة. طيب صار هنا ومرتبة ثانية. ليش؟ بعدد الصفارة أحركه، فصار الناتج ايش قد عندي؟ صار الناتج عندي 40. ليش 40؟ لأن الفاصلة
حولناها أول مرتبة ما لها قيمة. زين، المرتبة الثانية تتحول من فاصلة إلى شنو؟ إلى صفر، فصارت 40. زين، اللي بعدها عندي 92.0 أيضا في 100. انتبه وياي بهاي الخطوة ايش راح اسوي. هنا عندي صفرين وهنا عندي صفرين او مرتبتين العفو، فما طول ذني المرتبتين تساوت ويا ذني المرتبتين اذا هذا ينحذف. حتقول استاذ عيد ما افتهمت. هنا عندي 0.92 وهنا أنا عندي 100. ابدي احسب من يم الفاصله، قلنا ناخذ على ايدنا اليمين من يم الفاصله نحسب كم مرتبه عندي؟ وحده اثنين. هنا كم صفر عندي؟ 1 2. اذا الصفر بوينت هذا ينحذف. ليش؟ لان تساوت المراتب، فالناتج ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 92. ليش 92؟ لان 1 في 92 نفسه 92. طيب اللي بعده 4 7 3.0 في 100. نفس الحكي. كم مرتبة هنا عندي؟ 1 2. كم مرتبة عندي بعد الفاصلة؟ 1 2 3. طيب أنا كم مرتبة راح أحركها على حسب الاتفاق؟ أحركها مرتبتين. فأجي أحسب، انتبه وياي شلون راح أحسب. أبلش أحسب هاي مرتبة وحدة، طيب وهاي مرتبة 2، يعني أخليها هنا. فالناتج راح يطلع لي 3.74. إذا أنا أحرك أو العفو أحرك الفاصلة بعدد شنو؟ بعدد الصفارة. يعني قد ما عندي صفارة قد ما أحرك الفاصلة بقد عددها. طيب اللي بعده 100 في 0.1584. نفس الشيء. كم مرتبة عندي هنا؟ 2. وكم مرتبة عندي هنا؟ 4. بعددها أحرك، بعدد ذني المرتبتين أحرك هاي الفاصلة. انتبه وياي، هاي 1 وهاي 2، إذا أخليها بالنص راح تصير 84.15. إذا كل اللي دا أسويه دا أحرك المراتب بعدد الأصفار. زين، أعطي سؤال أريد تحل إياه على نفس النمط. 8.35.0 في 100 و4.2.0 في 100 و9.783.0 في 100. لأن تطلع لي الحل مالتي وتدز لي إياه على الخاص. زين، هاي انتهينا منها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمياية. زين، نجي ناخذ هسه ال10 وناخذ الألف حتى نفهمها بشكل كامل وبعد ما ننساها. نبلش بال10 هم ناخذ عليها كم مثال وننطي واجب. إذا انطاني 9.637 في 10، هذا من عندي الناتج. شلون اطلع له الناتج؟ قلنا اول شيء روح على عدد الصفاره. كم صفر عندي هنا؟ 1 بس. اذا احرك البوينت او الفاصله بعدد الصفاره، طالما بس 1 اذا احركه مرتبه واحده. صار الناتج 37,000 ايش قد؟ فاصلة 69. طيب اللي بعده ناخذ مثال ثاني. 2.0.0 في 10. طالما هنا عندي مرتبة واحدة إذا أحرك مرتبة واحدة فقط أخليه هنا، فراح يطلع لي 2.0. حتقول لي أستاذ وهذا الصفر وين راح؟ طالما بقى واحدة إذا يهمل، آخذ بس المرتبة الأخيرة من الصفارة. إذا عندي صفرين قبل المرتبة آخذ بس الصفر الأخير. زين، مثال ثاني 4.6 في 10. نفس الشيء، طالما 0.1 أحرك مرتبة واحدة. طالما صار بالمقدمة إذا ما له معنى يحذف. شوفوا طلاب، أي فاصلة تصير قبل الرقم تحذف،
سجلها يمك هاي المعلومة. أي فاصلة تكون قبل الرقم تحذف. فهنا طالما تقدمت مرتبة واحدة قبل الرقم إذا نشبيها نحذفها، ينزل فقط الرقم 64. نعطيك واجب تحل إياه. 5.3 في 10 2 0.0 في 10 زي ما تحل إياهن، و8 6.5 في 10 أيضا ذن واجب تحل إياهن وتدز لي الحل مالتي. زين إذا ضربناها في ألف، يعني هنا عندنا حاصل ضربها في ألف اللي هي 0.3783 في ألف. 1 2 3. نفس الشيء بعدد الصفارة أحرك منو؟ أحرك الفاصلة. فهناش عندي؟ هنا أنا عندي بعددها 3783.0 في ألف. أجي أحسب 1 2 3 وأتوقف. إذا الناتج طلع لي 3.873. يعني موضوع جدا بسيط، بس تحسب لي عدد الأصفارة، بعدد الأصفارة تحرك لي الفاصلة باتجاه اليمين، ولا تدوخ إذا جاء